طلاب أولى ثانوي أهلا بيكم. دي تعتبر أول محاضرة، هنراجع الجبر. بعد كده هناخد الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو تمارين على الجبر، الباب الأول والباب الثاني. الجبر بتاعنا بيتكلم عن بابين، الباب الأول بيتكلم عن المصفات والمحددات وبعض التطبيقات عليه اللي هو إيجاد مساحة المثلث أو حل المعادلات سواء باستخدام طريقة كرامر أو المعكوس الضرب المصفوفة. الباب اللي بعديه بيتكلم عن البرمجة الخطية. هنبدأ كده نراجع ونلم الأفكار كده مع بعض بسيط على كل فكرة، وبعد كده ناخد الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو تمارين شاملة على الكلام ده. نظم المصفوفة هو عبارة عن مصفوفة، هي عبارة عن شوية صفوف وشوية أعمدة. بنتكلم عن عدد الصفوف برمز لها ميم، عدد الأعمدة نون، فبقول المصفوفة دي من النظم كام صف في كام عمود. لاحظ إن عناصر القطر الرئيسي هنا في المصفوفة شبه متناسقة، لازم يبقى صفر. يعني هنا صفر، سالب 3 5، هنا 3 0 7، سالب 5 سالب 7 صفر. دي المصفوفة شبه متماثلة. أول حاجة تلفت نظرك القطر الرئيسي ده صفار. بعد كده العناصر حوالين القطر الرئيسي مختلفة الإشارة، هو بس مختلف الإشارة. دي سالب 3 3، 5 سالب 5، 7 سالب 7. كده لما تجمع الدليلين لو طلع عدد فردي إذا إشارته ده سالب، لو عدد زوجي إشارته إيه؟ موجب، وده اللي بفك بيه. عشان كده أنا ممكن أفك بأي صف أو أي عمود في المحدد الدرجة الثالثة. طب لو أعطانا حل معادلات في 3 مجاهيل هو بيدي لك نفس المعادلة، بس هنا هتبقى الموضوع كده أطول شوية، لأنك أنت هتاخد ألف هتعمل 3 محددات، دلتا س دلتا ص دلتا ع، وتجيب المحدد الاساسي اللي هو الدلتا. تبدا تكتب الف 1 الف 2 الف 3 الف ب 1 ب 2 ب 3 اللي هي 3 في 3، وتبدا تشتغل نفس الطريقه وتجيب دلتا س على دلتا. بس هو يبقى عندك محدد درجه ثالثه فكه بيبقى طويل شويه في اختصارات. الباب الثاني كان بيتكلم عن البرمجه الخطيه وحل المتباينات في مجهولين تمام من الدرجه الاولى. احنا خدنا حل المتباينه بتاعه الدرجه الاولى في مجهول واحد اللي هي 3 س ناقص 6 أقل أو تساوي مثلا 9. كنا بنحل المتباينة دي بتودي ال6 هناك، يبقى 3 س أقل أو تساوي 15، أقسم على 3 يبقى س أقل من 5. كنت بتمثل الكلام ده على خط الأعداد، هنا يساوي يبقى تاخد ال5 مغلقة، أقل همشي كده يبقى ظل. لكن هنا بشتغل في س وص، فس وص يبقى أنا لازم أعمل محور س ومحور ص، فبشتغل على الشبكة البيانية. فكرة الحل سهلة، والسؤال ده لو جالك بيدي لك ورقه رسم هنا عشان تبدا تشتغل بيها، وغالبا بيبقى فيه سؤال مقالي من دوت. طبعا انت عندك حل متباينه من الدرجه الاولى في مجهولين زي كده 2 س زائد 3 ص بتساوي 6. فلما بترسم المستقيم في المستوى احداثي س وص بيقسموا الى 3 مجموعات، مجموعه هنا س واحد، مجموعه هنا، ومجموعه على المستقيم نفسه اللي هي نقط المستقيم نفسه. الجزء الثاني من المحاضره الاولى تمارين على اول فرع في الرياضيات اللي هو الجبر. ان شاء الله كده هنبدا تمارين ونشوف، هنراجع مع بعض كده كل ما يخص المصفوفات، والباب الثاني اللي هو برمجه الخطيه ان شاء الله. اول سؤال بيقول اذا كانت الف مصفوفه على النظم 2 في 3 فان 2 الف على النظم. طبعا احنا قلنا ضرب المصفوفه في عدد لا يؤثر في النظم، اذا المصفوفه هتفضل من نفس النظم 2 في 3، ودي الاجابه بتاعتنا. اذا انا كده عينت المصفوفه س اللي هي 1 1 سالب 2 0، ودي الاجابه الصحيحه بتاعتنا. الف المعكوس الضرب هتضرب فيها هتروح، بقى الاي في ب هي الب، اضرب الف سالب 1 في الف سالب 1 اللي معكوس الضرب هربعه تديني المصفوفه ب. فالسين هنا مش هتنفع، مفيش غير هي النقطه الاخيره اللي هي 3 و2. س اكبر من 2 والاثنين اكبر من 1، وفي نفس الوقت يحقق المتباينه 3 زائد 2 5 اكبر من الثلاثة. 6 هنا ما بين الصفر والخمسة، لا أكبر من 5 مش هتنفع. تمام، يبقى الحل بتاعنا 5 و2. كده نكون خلصنا كده تمارين على مراجعة الجبر الباب الأول والثاني. أتمنى تكونوا استفدتوا. هنبدأ نراجع المحاضرة الثانية في حساب مثلثات، وبعد كده الهندسة التحليلية، وبعد كده هناخد امتحانات شاملة بإذن الله. ربنا معاكم بالتوفيق إن شاء الله.